هذا العام استثنائيا قدم لنا أفلام كثيرة ومثيرة حقا، وفي هذه القائمة ستجد أفضل 20 فيلم أكشن، مغامرات، خيال علمي ودراما لإمتاعك فقط. الأفلام مرتبة حسب تقييمها في الموقع الشهير IMDb، وسأبدأ بفيلم هيدن سترايك. يدور هذا العمل حول لو فينغ وكريس فان هورن، الجنديان السابقان بالعمليات الخاصة واللذان يصبح عليهما تنفيذ مهمة بنقل مجموعة من المواطنين عبر بغداد من طريق الموت إلى المنطقة الخضراء. وبالطبع كأغلب أعمال هوليوود، الأمريكان هم الأبطال، ودائما العرب للأسف والمسلمون هم الإرهابيون. Mother's Day يتابع هذا الفيلم شخصية نينا التي بعد أن اختطف ابنها من قبل أفراد عصابة لا يعرفون الرحمة، تستجمع نينا العميلة السابقة بمنظمة الناتو كل قواها وتنطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل نصرة غريزة الأمومة بداخلها. ساكرا في إطار من الأكشن والمغامرات، يصبح لاعب الفنون القتالية المحبوب متهما في جريمة قتل، وينطلق في رحلة البحث عن إجابات حول جذوره والأعداء الذين يرغبون في التخلص منه، وسيواجههم في مشاهد قتال ولا أروع. فاست اكس أكشن فائق المستوى كالعادة، سباقات شوارع ولا أروع، وبالطبع العائلة The Family التي تعودنا على متابعتها. ومع ذلك فإن ما ميز فاست اكس بالنسبة لي عن بقية الأفلام في هذه السلسلة هو الأداء الرائع الذي قدمه جيسون موموا، مما يجعله أفضل دور شرير في هذه السلسلة. سايلنت نايت يقرر أب محطم تنفيذ خطة انتقامية من عصابة دمرت حياته، وذلك خلال عشية عيد ميلادهم المجيد. وإن كنت مثلي تحب أفلام الانتقام فستستمتع به. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Transformers Rise of the Beast تجري أحداث هذا الفيلم في التسعينات، وتجلب فصائل جديدة من سباق الروبوتات الحية إلى الشاشة الكبيرة، بالإضافة إلى أكشن رائع ومؤثرات ممتعة للبصر. You leave in 15 minutes. Extraction point. There's an old CIA base in Kandahar. قندهار يروي هذا الفيلم سفر عميل سري بالاستخبارات الأمريكية رفقة مترجمه إلى أفغانستان من أجل تنفيذ عملية سرية، ولكنهما سرعان ما يهرب من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية. وتتوالى الأحداث الشيقة التي سأتركك تكتشفها بنفسك كي لا أحرق عليك شيئا. Get down. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? Rebel Moon Part 1 Child of Fire. قام مخرج الأكشن الشهير زاك شنايدر بإخراج فيلم خيال علمي رائع عن امرأة شابة غامضة تبحث عن محاربين من الكواكب المجاورة لمساعدتها في الدفاع عن مستعمرتها المسالمة في مواجهة ملك مستبد. هذا الفيلم حديث جدا، صدر هذا الشهر على شبكة نتفليكس.
The Shift أحداثه حول كيفن غارنر الذي يسافر عبر العوالم والأبعاد ليجتمع مجددا مع مولي حب حياته، لكن خصما غامضا يعرف باسم المتبرع يقلب عالم كيفن رأسا على عقب أثناء محاولته الهروب من واقع بائس بديل. Work for me and get back with the woman that you love. كيك بوكسون، هذا الفيلم الكوري مليء بمشاهد القتال المتسارعة والمبهرة فعلا، ويتبع قصة قاتلة من الدرجة الأولى وهي تحاول تحقيق التوازن بين حياتها المهنية وتربية ابنتها المراهقة. وصلنا إلى نصف القائمة إلى حد الآن ولا يزال لدينا 10 أفلام. لا تنسى بالطبع دعمي بالضغط على زر الإعجاب وكتابة اسم الفيلم الذي ستشاهده أولا أسفل الفيديو، وإن كنت جديد هنا اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات كي لا يحجب عليك يوتيوب قائماتنا القادمة. كونكريت يوتوبيا، بعد وقوع زلزال هائل في سيول تعين على سكان المبنى السكني الوحيد الذي ظل قائما أن يتحدوا معا لمعرفة كيفية البقاء على قيد الحياة في فصل شتاء بارد، ويصبح المجتمع السكني مدينة كاملة، لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. ربما مقدمة الفيلم بسيطة، ولكن عند مشاهدته به الكثير من الأحداث الرائعة وستستمتع به فعلا. The Killer، تم تصوير أحداث هذا الفيلم بشكل جميل وتحريرها بشكل مثالي، مما يجعل مشاهد القتال تتدفق بسلاسة وتسمح للجمهور بمشاهدة كل طلقة نارية وطعنة سكين واللكمة. فيلم The Killer يستحق فعلا جمهور أكبر وأوسع، لذا استمتع به واكتب لي رأيك أسفل الفيديو. We might have a problem. سايسو فيلم مجنون، حيث يتم به إلقاء ألغام على النازيين وطعن السكاكين في جماجمهم، حتى أن أحدهم تم ربطه بقنبلة وإسقاطه من طائرة. وحشية مقنعة ورائعة في كل مكان. سايسو فعلا هو الفيلم الذي لا ينبغي تفويته، وأتمنى أن نرى مستقبلا المقاومة تفعل كل هذا بالعدو المحتل إن شاء الله. اكتب كلمة آمين أسفل الفيديو. We have a word for that in Finland. 9 seconds. The Equalizer الجزء الثالث، بطولة دينزل واشنطن وداكوتا فانينغ، بطل الفيلم الشهير مان أون فاير. في هذا الفيلم بطلنا لا يتدخل في أي أمور، ولكن عندما يتحول الضغط إلى الدفع فهو يحارب المافيا بكل قوة ويشتبك غضبه مع الأعداء بطرق لا يستطيع الفن والعلم فهمها. دينزل واشنطن يقدم لنا أداء خاما لا تشبه شائبة، وتبدو مشاهد الحركة غامرة للغاية ومصممة بشكل جيد. بشكل عام يعد الفيلم بمثابة ترفيه خالص ويمثل خاتمة مثالية لثلاثية أفلام مثالية. I look like a killer. We have to show how vulnerable the oil industry is by hitting something big. How to blow up a pipeline. في هذا الفيلم يقوم طاقم من الناشطين البيئيين الشباب بتنفيذ مهمة جريئة لتخريب خط أنابيب النفط في هذا الفيلم المثير، والذي يمثل جزءا من عملية سرقة عالية المخاطر، وجزءا آخر استكشافا جذريا لأزمة المناخ في العالم. This was an act of self-defense. But you survived. You fought your way back.
Extraction 2 بالطبع الأكشن به مذهل، وستشهد به قيام تايلر ريك بالقضاء على جيش من السجناء والحراس في أعمال شغب في السجن، ووابل من السيارات في مطاردات ملحمية، وأخيرا طائرة هليكوبتر ومشهد قتال مثير على متن قطار، وكل هذا في لقطة واحدة دامت 30 دقيقة. قصة هذا الجزء الثاني أكثر إثارة للاهتمام من الجزء الأول، وهذه التكملة تقدم العديد من العناصر المشوقة التي لا يمكننا الانتظار لرؤيتها. Let's find out. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. جراند توريزمو. إليك أمر نادر، اقتباس لعبة فيديو يجعل العمل مذهل للغاية على الشاشة الكبيرة، لكن القليل من الأفلام تمكنت من عرض العناصر المرئية وتصوير المشاعر التي تجعلك تشعر وكأنك مع الشخصيات، وبالاقتران مع مشاهد السباق السينمائية تلك، فإن جراند توريزمو ينصف العصر الذي نعيش فيه. That's what I'm talking about. The Covenant أو العهد هو عبارة عن فيلم حربي آسر يركز على العروض المثيرة لجيك جيلينهال في دار سلام. العمل مبهج ووحشي أيضا، وأخرجه المخرج الكبير جاي ريتشي ببراعة. نتيجة لذلك ففيلم The Covenant هو واحد من أكبر وأفضل مفاجآت هذا العام. You think I have a choice? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. Sound of Freedom يدور العمل حول القصة الحقيقية لعميل حكومي سابق الذي انطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر في سبيل إنقاذ المئات من الأطفال من المتحرشين بالأطفال المجانين. That's the sound of freedom. Saying hello. You think your wife can hear you? No. الفيلم الأول في هذه القائمة المليئة ب20 اختيار هو بالطبع جون ويك Chapter Number 4، فهو الأعلى تقييما على IMDb، وبه يعود نجمنا كيانو ريفز بدور القائد الذي لا يقهر جون ويك في هذا الجزء الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة، وبه يجد جون ويك طريقة لهزم الهاي تيبل، ومن تابع الأجزاء السابقة يعرف معنى الهاي تيبل بالطبع، ولمواجهتهم فعلا عليه مواجهة الأعداء الجدد والقدامى للوصول إليهم. هنا تنتهي هذه القائمة الجميلة، ولكي أواصل إمتاعك على هذه القناة ما عليك إلا دعمي على اليوتيوب مجانا، وذلك بالقيام بنفس الاستوانة، الضغط على زر الإعجاب، النشر لأصدقائك، وإن وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو اكتب لي كلمة تم بالتعليقات كي أشكرك بنفسي. ما القائمة التي تود مني نشرها على القناة؟ اكتب لي ذلك وسأقوم بالعمل عليها وإمتاعك أكثر فأكثر. شكرا لك على المتابعة، دمت في رعاية الله، ونلتقي في الفيديو القادم. إلى اللقاء.